إذا قمة جديدة تفتتح أبواب موسم الرابطة المحترفة الأولى. شبيبة القبائل تستقبل مستقبل الرويسات في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الأولى، في لقاء يبحث فيه كل فريق عن بداية مثالية وإرسال رسالة قوية منذ صافرة البداية. الشبيبة ستدخل المواجهة أمام جماهيرها في ملعب حسيني تحمد، وهي مطالبة باستغلال هذا الدعم لتحقيق الانتصار، بينما يطمح مستقبل الرويسات إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز الأندية الجزائرية. مواجهة وعيدة أكيد بالندية والإثارة. هذا وتقام المباراة يوم السبت 29 أوت 2026 بداية من الساعة 9 مساء على أرضية استاد حسيني تحمد لحساب الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى. القنوات المعنية بنقل هذه المباراة وهي الجزائرية الأولى، وكذلك الجزائرية الرابعة، وكذلك الرياضية ويب سبور على يوتيوب. آخر مواجهتين بين الفريقين انتهتا بالتعادل، حيث تعادل مستقبل رويسات مع شبيبة القبائل 1-1 في أبريل 2026. مع بداية موسم جديد يبدأ الفريقان برصيد 0 نقطة، وكل طرف سيبحث عن أول انتصار يمنحه دفعة قوية في الجولات القادمة. فشبيبة القبائل تملك أفضلية الأرض والجمهور، لكن مستقبل الرويسات أثبتت في المواجهتين السابقتين أنه قادر على خلق المشاكل وتحقيق نتيجة إيجابية. إذا الأنظار تتجه إلى ملعب حسيني تحمد في انتظار واحدة من مواجهات الجولة الأولى. فهل تنجح شبيبة القبائل في افتتاح الموسم بانتصار أمام جماهيرها، أم يواصل مستقبل الوساد صمودا أمام الشبيبة ويخرج بنتيجة إيجابية؟ لا تنسوا مشاركتنا توقعاتكم لهذه القمة المنتظرة.